السلام عليكم ورحمة الله. في خبر جديد وفي خبر هز الوسط الرياضي كامل وخلى الجماهير في حالة صدمة كبيرة، وهذه الصدمة كبيرة طول على عقلهم. انفجر النجم العالمي والأسطورة غضبا بعد القرار المفاجئ للمدرب بإبعاد ولده من التشكيلة الأساسية اللي هو لوكا زيدان، ولد الأسطورة زين الدين زيدان، في المباراة الحاسمة اللي كانت ضد النمسا. حسب الأخبار المتداولة زيدان ما قدرش يسكت نهائيا على هذا القرار، وتوجه مباشرة بتوكوفيتش بكلام قوي جدا داخل المعسكر الرياضي، وإن كان واضح باللي راه غاضب بزاف على الطريقة اللي تعامل بها المدرب مع ولده. زيدان قال بلهجة حادة: علاه دير هكا في ولدي يا بيتوكوفيتش؟ يا اخي ما اتفقناش هكا، علاه تحرموا من فرصة كان يستناها من صغره؟ لوكا خدم ليل ونهار باش يوصل لهذا المستوى الرائع اللي ما وصلوا حتى واحد من هيد، لا مبولحي ولا بنبوط، وانت في لحظة وحدة كسرت له كل شيء، وكسرت له حلمه، وكسرت له واش كان يحلم به من قبل، وزاد يكمل وهو متأثر. راك ما تعرفش شحال تعب باش يثبت روحه في هذه المباريات اللي فاتوا، وراك اليوم دمرت له المعنويات. اللاعب شاب يحتاج ثقة، يحتاج دعم، ماشي قرار يطيحه نفسيا قدام الملايين. وما حبش يوقف هنا زيدان وواصل كلامه وقال بكل جرأة: إذا كان دار أخطاء هذا عادي، أي واحد يديرهم، حتى أنا في مسيرتي غلطت وتعلمت، بصح الفرق أني لقيت ناس وقفوا معايا، ماشي ناس زادوا ضغطوا عليا. المصادر قالت باللي الجو داخل الرياضة كان مشحون بزاف، والنقاش بين الطرفين طول، حتى بعض اللاعبين دخلوا باش يهديوا الوضع، وهذا كان بعد نهاية مباراة النمسا. زيدان كان واضح بزاف في رسالته الأخيرة لبيتوكوفيتش: لوكا ما راهوش مجرد حارس، هذا شاب عنده مستقبل كبير، وأنا عندي ثقة كبيرة في ولدي، وما تنساش باللي راهو ولد الأسطورة، راهو تكسر نفسيا، والمسؤولية راح تكون عليك قدام الجميع. الجماهير من جهتهم انقسموا بين مؤيدي القرار المدرب وبين الناس وقفوا مع زيدان وقال لوكا كان يستاهل فرصة أخرى. القضية راهي ولات حديث الساعة، وكل الأنظار موجهة لرد بيتوكوفيتش، والكل يتساءل: هل راح يرجع لوكا زيدان للتشكيلة، ولا الأزمة راح تكبر أكثر وتوصل لمستوى ما كان حتى واحد يتوقعه؟ بيتوكوفيتش راهو تحت الصدمة ويقول لوكا زيدان: ما تدخلش في خدمتي.